اهلا بيكم حبايبي، فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد، هنعمل مع بعض الزبادي بالموز والرمان. وصفه حلوه جدا جدا تنفعك في الفطار الصبح وتنفعك في السحور في رمضان. اتمنى تكملي معايا الفيديو للنهايه عشان تعرفي وصلنا للنتيجه الحلوه دي ازاي. يلا بينا على طول على الطريقه. اول حاجه انا جبت عندي الزبادي، جبت عندي علبتين زبادي اللي هي علب الزبادي العاديه اللي هي حجمها كبير. حطيت عندي رمان، حطيت عندي موز متقطع مكعبات صغيره، كمان هحط عندي معلقه كبيره من العسل. هبدا ان انا اقلب الحاجات دي كلها كده مع بعضها. بصوا، هو انتوا طبعا تقدري انك تستبدلي الفاكهه زي ما انت تحبي، يعني حبه اي فاكهه تاني غير دي مفيش مشكله خالص، ولكن جربي الموز والرمان مع الزبادي. بصوا بيوديكي في يعني حته تانية خالص. لا تقولي بقى زبادي بالفواكه ولا الكلام ده خالص، يعني حطي بس الزبادي العادي وقطعي عليه شويه فاكهه زي ما انت عايزه، الفاكهه اللي تعجبك، ومعلقه العسل دي وقدميها في كاسات التقديم بالشكل ده. ولو عندك بقى ضيوف وقدمتيها هتبقى حلوه قوي. لو عندك برضو صوص شوكولاته تحطي على الوش. لو متوفر، مش متوفر خلاص ممكن تكتفي عادي بالزبادي والفاكهه معاه وحلو قوي على كده. كمان هحط عندي صوص كراميل. ولو مش متوفر العلب دي تقدري انك انت تعملي كراميل على النار وصوص شوكولاته كده على النار زي المهلبيه كده، بتبقى بالكاكاو، وتقدميها على الوش بالشكل ده. طبعا الكميه اللي انت عايزاها بقى اعمليها زي ما انت تحبي. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تجربي وتقولي رايك ايه، واشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله على خير. باي باي.